مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لهذا اليوم حتكون طريقة عمل كب كيك على شكل شجرة الكريسماس. بالبداية حنجي لطريقة تحضير مكونات الكب كيك. حنحتاج هنا تقريبا بيضتين، ومن بعدها أضيف له نص كوب من السكر، وحنستمر بالخفق إلى أن يتحول المزيج إلى لون البياض. حنزل عليهم المواد الجافة واللي هي تقريبا 3/4 الكوب من الطحين، وملعقتين من النشا، وملعقتين من مسحوق بودرة الكاكاو، ورشة ملح. أما بالنسبة للمواد السائلة فضفت هنا تقريبا ربع الكوب من الزيت النباتي، وربع كوب من الحليب السائل، وبالأخير ضفت لهم 8 جرام من البيكنج باودر. هنا أنا حضرت القوالب الخاصة بالكب كيك، واللي هي على شكل فخاريات واللي تتحمل درجة حرارة الفرن. حندخلها للفرن بدرجة حرارة 180، واللي حيكون محمي سابقا. أما لعمل مجسم شجرة الكريسماس فحنحتاج هنا إلى أقماع الآيس وشوكولا البيضة وملون غذائي. غطيت هنا سطح الكب كيك بواسطة كريمة الزبدة، ومن بعدها رشيت عليها مبروش جوز الهند. وهذا هو الشكل النهائي للكب كيك اللي على شكل مجسم شجرة الكريسماس. فأتمنى أن تنال إعجابكم. فإذا عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير.